الغالية من كلمات الشاعر علي محمد المختار أبو طاهر المختار. يقول أبو طاهر المختار: كيف أشعر ولي قوافي من الياقوت نظمها. يقول أبو طاهر المختار: كيف أشعر ولي قوافي من الياقوت نظمها. التعزية في الرجال أسهل لنا ويسر من قافية في من الرحمن عظمها. الأم ذي حقها على البنين أكثر من حق أبوهم، وجا الإسلام كرمها، وتحت أقدامها تبنى وتتعمر، للضايعين جنة الفردوس بقلمها. والمصطفى في أحاديثه لنا بشر، وقال أمك 3 مرات في الزمها، وحذر العاصيين للوالدين وانذر بعد العقوبات في الدنيا لمجرمها. يا طالبين الشفاعة من سمع ذكر، فمن يصلي عليه ما ظن يحرمها. بعد الصلاة قال أبو طاهر علي وانور، والعزي الفذ والمعتز برسمها للجيل، واخطها بالمسك والعنبر، عسى والأجيال تحفظها وتفهمها. يحق له من فقد للوالدة يقهر، هي التي غذته بالأمس من دمها. قضيت ليلي بشان الأم بتفكر، فقلت يا رب سلمني وسلمها. الأم أعظم حكاية كل ما تذكر، أقيس كم حجمها وأحب ترجمها. للأم أرفع مكانة عند من فكر، يخيب من هانها ويفوز مكرمها. كأنها مسجدي وحضنها منبر، كأنها مسجدي وحضنها منبر، عرفت ربي وراسي فوق معصمها. سمعت أول مؤذن عندما كبر في مسمعي، فاشرقت لي من تبسمها. الشعر في وصفها يحتاج إلى دفتر في الشرح عن بدعها وشرح مختمها. الأم ذي بطنها صندوق ما يكسر، ما حطمت كنزها وهو يحطمها. الأم ذي بطنها صندوق ما يكسر، ما حطمت كنزها وهو يحطمها. في 9 أشهر ودمها للغذاء مصدر، وهن على وهن من لحظة توحمها. عجيبة الماء يجور الحمل تتبشر، وتمزج أفراحها بوجاع تألمها. وفي الولادة بكاس الموت تتغرغر، وفي الولادة بكاس الموت تتغرغر، وكل مرة بذاك الحين تطعمها. وافراحها فوق ما الإنسان يتصور، الله يا ناس معظمها ومرحمها. وصدرها بالحليب والحب يتزافر، تكرم وهي تاعبة فالله مكرمها. أعظم غذاثتها والطب قد قرر، وعزز آيات في القرآن محكمها. في راحة الطفل تتعنى وتتخير، والحب للابن كملها وتممها. تتجمر عيانها بالخوف لا يسهر، إن نامت وإذا قد قام وإذا قد صاح قومها. تتجمر عيانها بالخوف لا يسهر، إن نامت وإن قد صاح قومها. تمسح شماته وتتفدى وتتكركر، كأنها آخذة باليد مرهمها. وترسم أحلامها لما الولد يكبر، وكل فكرة على حبه تصممها. وإن غاب عن عينها تقلق وتتحسر، وتظل تسأل وتاخذ عهد معلمها. والابن طايش بعزة شبته مغتر، إذا رجع ما تنازل أن يكلمها. وامسى يمشي عليها كل ما قرر،
ولو قرارات تفزعها وتصدمها، بوجه عابس يقابلها ويتعنتر، وانت تنصحه قال هذا الأم ونهرمها. إذا تزوج وذا قليم والسكر يخاصم أمه إذا الزوجة تخاصمها. إذا تزوج وذا قليم والسكر يخاصم أمه إذا الزوجة تخاصمها، ونصالح أمه يخاف الست تتغير ونكدت عيشته ذي كان يحلمها. أمه إذا شافت الحالة بتدهور على ابنها تخفي الوجعة وتكتمها، ويستمر التنازل كل يوم أكثر، وزوجة الابن تدافها وتزحمها، حتى أصبحت زوة بدروم لا تشكر، والقهر من جمرها اللاصي يلقمها، وامسى السرى والنفس في عالي المنظر، والأم بات الأسى والضيق يسقمها. تمرض وهي تدعي بالعافية مظهر، واسرارها مسوى الرحمن يعلمها. تحملت راجية للابن يتعمر، وهو مراعي لعزرائيل يسقمها. تحملت راجية للابن يتعمر، وهو مراعي لعزرائيل يسقمها. فالفرق في ذا وذا كالرمل والجوهر، كالفرق بين الحقيقة من توهمها. من كان طايع وعنده عقل يتعبر، وكل خدمة لأجل أمه يقدمها، فلو حملها على ظهره سنة واكثر، موفالها لو يعيش العمر يخدمها. يا طايع الوالدين تعيش عمر زهر، والآخرة جنة الفردوس تغنمها. وأنت يا قاطع أمك، وأنت يا قاطع أمك، يا قاطع أمك، وأنت يا قاطع أمك عود وتعذر. الأم جنة ولا جنة لمحرمها، من عنده إحساس فالحساس يتأثر، والقارشة مستحيل إنك تعلمها. ختمتها بالنبي الطاهر الأطهر، شفاء نفوس البشر ذكرى وبالسمعة وسلامة الجميع.